سلام سلام، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت لكم واحد الوصفه صراحه كتجي غزاله الكوتي الفطور الرغايف معمرين البصله فقط. مهم انا درتهم على بجوج طرق، ومهم بجوجهم جاو زوينين، جاو بنان ساهلين. المقادير عندنا في الدار موجودين، نديرهم مع واحد الكويس اتاي ولا قهوه في العشيه، علاش لا. مهم خليكم لاخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وكيفاش غيتصاوبوا الرغايف. نتمنىكم يعجبكم. ندوزوا للطريقه التحضير. مهم غناخذوا البصله. مهم خديت انا تقريبا واحد 4 البصلات، شلطتهم، بغيتو تحكوهم حكوهم، بغيتو تشلضوهم. درت شويه ديال الملحه ودرت الزيت وخليتها تشحر. في مقله واحده اخرى درت البصله، عفوا الفلفله حمراء، صفراء وخضراء، ما كانتش عندي الحمراء متوفره، خليتها تشحر. المهم البصله هنايا في على جانب اخر شحرتها مزيان. درت شويه التحميره، شويه الخرقوم، شويه الكمون، العرق الصفر، شويه الكمون، شويه الربيع، وشويه البصله ماشي مهرمشه، ماشي بودر، مهرمشه، عطات واحد المذاق رائع. مهم ضفت شويه البصله لهذيك الفلفله، صافي، ومعدنوس مقطع، من الاحسن يكون طري. بالنسبه للخلطه ديال الفلفله والبصله زدت عليها واحد المعلقه ديال مطيشه مركزه. خديت طحين زلافه ديال القمح الفينو وزلافه ديال الفورس، عجنتها دلكتها مزيان، خليتها ترتاح، شكلتها كويرات. ها هي الحشوه كما كتشوفوا. الحشوه ديال الفلفله حكيت عليها شويه ديال الفرماج، الا كان متوفر ما كانش ماشي مشكل. المهم خديت هذوك الكرات، سرحتهم، كندهن بشويه الزيت شويه الطحين، وندير الخليط ديال البصله ونلويه هكا على شكل رغيفه. راه كل سيده كتعرف كيفاش تصاوبها.
لينا الكرات ديالنا كندير رغيفه في وسط رغيفه. انا دقيتهم، شعلت على المقله سخونه، درت الرغيفه الاولى كنخليها غير طلع فيها الحموريه شويه، ما خلاش تحمر بزاف، وكنقلب على الوجه الاخر وكنرش بشويه الزيت. كيتنفخوا ما شاء الله، جاو غزالين بنان وفيهم واحد الحموريه غزاله في الطياب، لان حتى الطياب كيلعب دور. ها هما الرغيف ديالنا بجوج طرق وجدوا كما كتشوفوا، جاو مورقين، جاو بنان وهشاش، وهذيك الخلطه اللي درت لهم جات لذيذه بزاف. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم، وخليوا لي في التعاليق كيفاش جاوكم مع كويس ديال اتاي ولا كويس ديال القهوه. يا سلام سلم. شكرا على المتابعه ديالكم، ما تنساوش لايك واشتراك وتعليق زوين اللي كيشجعني ديما نجيب الجديد. تحياتي لكم، الى فيديو اخر باذن الله.